انه هالامر عائد عن الصحه جمله وتفصيلا. وانا الحقيقه هذه مناسبه اني انا اقول انه انا الحقيقه استغرب جدا من نهج جريده الرياضيه تجاه الهلال في الفتره الاخيره اللي فاتت. يعني مثلا قبل كم يوم مطلعين صوره من شد الصفحه والهمسن يجري جنب ياسر في التمرين انه ياسر اصلح بينه والهمسن والدعيه، وهذا كلام ايضا عارض عن الصحه جمله وتفصيلا. قبلها مطلعين عنوان منشد عريض منع رئيس الهلال من السفر من امريكا، كأن الرئيس الهلال هذا مطلوب امني في امريكا ومنع من السفر. بعد مباراة شقيق للنصر مع الوسط الاماراتي منشد عريض انه الحكم الهلالي المنحاز يحرم النصر من الانجاز، لانه اسم الحكم الظاهر عائلته تنتهي باسم الهلالي، واسقاط التنافس المحلي بين النصر والهلال على بطولة خليجية يمثلنا فيها النصر، يمثل السعوديين كلهم اللي في بداية المطاف ونهايته النصر فريق سعودي، واحنا لا يرضينا باي حال من الاحوال ما تعرض له، ونعتقد انه تعرض لظلم فادح، وانه اللي حصل هذا له غير مقبول بكل المقاييس، ونحن نقف معاه قلبا وقالبا. وانا ادعو من خلال برنامجك انه يعاد الحق للنصر. وانا من زمان كنت ادعو اساسا عدم المشاركه في البطولات الخليجيه والعربيه لسبب بسيط، انه العقوبات اللي تصدر ما هي رادعه، يعني ما في ما يردع نادي اذا توقعت عليه عقوبه خليجيه ما هي مثلا زي الاسيويه او غيره. دائما ما تحصل مشاكل في البطولات الخليجيه والعربيه. انا اعتقد اذا ما كان في قرار حاسم باعاده المباراه او باعطاء النصر النتيجه، اعتقد من العبث المشاركه في البطولات هذه، لان ما وراها الا المشاكل. هذا رايي الشخصي وربما اكون مخطئ يعني. عموما انا بس اللي ابغى اكد عليه من خلال برنامجك انه جريده الرياضيه للاسف، وانا سالت المحرر شخصيا، انا ماني قاعد اقول كلام جزافا، سالته قال لي انا ما قلت الكلام هذا، وانه المسؤول عن الصفحه هو اللي غير الصياغه اللي انا حطيتها وحط الصياغه هذه انه المدرب رضخ، وعندي رساله من المحرر بهالخصوص جايتني على التليفون. طيب سالته رئيس الصفحه او تواصلتوا مع رئيس التحرير؟ ما تواصل، المحرر اللي نزل باسمه الخبر انا سالته وقال لي الكلام هذا وارسل لي رساله ينفي الموضوع هذا. اذا في شيء شخصي ضد الهلال. انا بسبب الموضوع هذا مع احترامي الكامل لجريده الرياضيه ادعو جماهير الهلال بألا تصدق اي شيء يطرح على الهلال من خلال جريده الرياضيه، لأن الموضوع تعدى حده، صارت 4 مرات، وفي عندي رسالة من المحرر يؤكد لي انه المسؤول عن الصفحة غير صياغته للخبر تماما. فبالتالي هنا ما عاد في مهنية، هذه المسألة ما عاد مهنية، هذه مسألة استقصاد وفقا للأربع أشياء اللي ذكرت لك إياها اللي هي فبس هذا هو سبب مداخلتي. طيب سمو الأمير، يعني مثل هالعناوين ومثل هالمنشطات هل ستؤثر على فريق الهلال؟ لا ما حتأثر على فريق الهلال، بس أنا أرد على تصريح أو على تعليق قال الأستاذ وجدي عندك بأن احنا فرضنا على المدرب وأن المدرب رضخ لآرائنا فإن احنا نتدخل في تشكيلته. يعني هذا أمر مسيء للإدارة ومسيء للمدرب، فبالتالي لا ينبغي أن نرد عليه ونوضح لجماهيرنا الحقيقة اللي هي للأسف ممكن تأخذها من خلال جريدة محترمة زي الرياضية، فتأخذ الخبر هذا على أنه خبر مسلم فيه نظرا لأنها مثل ما قلت لك جريدة تمثل شركة محترمة ورائدة في مجال الإعلام في العالم كله مو في العالم العربي فقط. نعم سمو الأمير، طيب أنت ذكرت أن لم تفرض على المدرب، طيب المدرب يدخل بالتشكيل الأساسي أم مثل ما حصل في كأس العالم؟ والله يا أخي هذا الكلام من الخطأ أن الواحد يتكلم فيه، لأنه هذه أمور ينبغي ترك هذا المدرب أولا، ولا ينبغي أن تتكلم عن التشكيل. لا هذه مثل يعني صرح فيها السيد جيريتس في بطولة كأس ولي العهد أنه سيدخل أيضا سيشرك مثل حسن العتيبي كحارس بدل محمد دعيب. هذه أخوي بقول لك على شيء، في نهاية الأمر احنا بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بطولة مهمة جدا ونسعى للحصول إليها لأنها أهم البطولات بالنسبة لنا، الاسم اللي تحمله هو اسم مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين. وسنسعى ببذل كل ما نستطيع لتحقيق هذه البطولة، وفي نفس الوقت عندنا البطولة الآسيوية أيضا مهمة. من يلعب ومن لا يلعب لا يملك لا رئيس النادي ولا نائب الرئيس ولا الجهاز الإداري في تحديد هذا الأمر، اللي يملك هذا الأمر فقط هو السيد جريتس. وأنا أؤكد من خلال برنامجك أنه إحنا لا نتدخل قيد أنملة في من يشرك ومن لا يشرك، لأنك أنت لا يمكن أن تأتي بمدرب يتقاضى مبالغ باهظة ومشهود له بكفاءة عالية وأثبت مصداقيته من خلال تحقيق الدوري قبل 3 جولات وتحقيق كأس ولي العهد وتصدر للآسيوية الآن، لا يمكن أن احنا نتدخل في عمله. إذا تدخلنا في عمله الأحسن أن احنا نوفر 1,800,000 يورو نعطيه. لا أنا سؤالي الفريق احنا سؤال أمير، أنا سؤالي مش تدخل، لا أنا أقصد في بطولة كأس ولي العهد أنه صرح أن الذي سيشارك ليس محمد دعيع بل حسن عتيبي
في هذا بس انا عموما الامر هذا ما هو ماني شايف انه مهم اخوي هادي، الامر المهم مباراة يوم الاحد وانتم حتشوفوا التشكيله يعني. انا اعتقد انه بس المهم المعلومه اللي ابغى اوصلها واللي هي المهمه، هذه اشياء تفاصيل، حكايه مين يلعب ومين ما يلعب وهل حيلعب بالاساسيين ولا ما حيلعب بالاساسيين ما هو مسار نقاش. انا مداخلتي سببها التاكيد على انه المعلومه اللي نشرت في جريده محترمه زي الرياضيه معلومه ببساطه ومن غير تنميق للكلام او تذويق له كاذبه. شكرا لك. شكرا لك.